السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي بيتك أحلى مع شيمو. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم ورقة لحمة، بس ورقة لحمة هنعملها بقى بالطريقة المصرية وهنعلي التست بتاعها قوي وهنعمل فيها تكاية بسيطة كده هتحول معانا ورقة اللحمة دي لتست تحفة جدا. كمان لو مش بتحبي الخضار ومش بتاكليه النهارده ان شاء الله هخليكي تاكليه معايا. اول حاجه كده الحاجات اللي هنكون محتاجينها هي حاجات بسيطه جدا ومتوفره عندنا في كل بيت. بس اهم حاجه عندي في اول حاجه في الحاجات اللي احب اقول لكم عليها ان اللحمه تكون متقطعه شرايح زي ما انتم شايفين، تكون القطعيه بتاعتها اللي هي بتستوي بسرعه يعني زي الفيليه مثلا. وعشان خاطر الخضار كمان بيستوي بسرعه. وكمان عندي الخضار اللي هنكون محتاجينه يكون متقطع شرايح، الخضار اللي انت بتحبيه حطيه. انا بستخدم بطاطس وبصل وطماطم وفلفل، وكمان كان عندي جزرايه كده وخدت كمان فصين توم وقطعتهم. والبهارات ملح وفلفل وسبع بهارات وحبهان مطحون وقرفه وجوز الطيب وورق لوري وزعتر وروزماري، ويفضل ان الزعتر والروزماري يكون فريش. انا الروزماري بس اللي عندي فريش، لكن الزعتر عندي مجفف عادي بستخدمه. وكام مكعب من الزبده، والبوله الصغيره دي بقى التركيه اللي هنظبط بيها اللحمه. حاطه معلقه من الزيت وشويه توم مهروسين ورشه من الملح ورشه من الفلفل وشويه روزماري. تمام، هندلع بقى بيهم اللحمه. طبعا الاساسي عندنا في ورقه اللحمه لازم يكون ورق الزبده وورق فويل، عشان ما ينفعش ورق الفويل اللي لامس اللحمه. وكمان لو ما عندكيش بقى الاتنين دول ممكن نستخدم كيس الحراري. كيس الحراري هيسرع معاكي كمان تسويه اللحمه، مش هتاخد وقت زي ورقه الفويل والزبده، وكمان هتعمل لك بقى فيها كده ايه، صوص حلو كده ممكن تاكلي بيه الرز. فبتحتفظ بالسوائل يعني، فبيبقى حلو برده مش وحش. تمام، اول حاجه بقى عندي انا بقى يعني اول مره جربت فيها ورقه اللحمه ما عملتش موضوع الصدمه ده للحمه. بعد كده لما بدات اجربه بقت اساسيه بالنسبه لي، لازم ادي اللحمه كده تشويحه على النار كده وصدمه بمعلقه سمنه او معلقه زبده. هديها بقى على الجنب ده كده حوالي دقيقتين، وعلى الجنب التاني كمان دقيقتين، وكمان الميه اللي هتنزل منها او السوائل هسيبها تشربها، واخلي اللحمه تتكرمل معايا كده وتتحمر معايا وتدي لون حلو. وهنزل بقى بالبهارات كده اللي انا كنت حطاها مع معلقه الزيت. عايزه اقول لكم الريحه كانت فظيعه. الحركه دي بتدي طعم جميل قوي للحمه، التشويحه بتاعتها والصدمه اللي احنا بنديها لها. وكمان الحاجات اللي بتنزل منها دي انا باخد الطاسه بنزلها كلها على الخضار. وكمان لو عايزه تشوحي الخضار اللي احنا عاملينه، تشيلي اللحمه بعد ما تتحمر وتحطيها بقى في الطاسه كده مكان الحاجات اللي نزلت من اللحمه مع الزبده، وتشوحي فيها الخضار لمده نص دقيقه بس عشان ما يتهريش معانا، بيبقى حلو قوي برضو. تمام، دلوقتي بقى جبت الصينيه حطيت فيها ورقه الفويل تحت، وبعد كده حطيت ورقه الزبده. وطبعا انا بليت ورقه الزبده عشان خاطر اللحمه او الخضار ما يلزقش فيها، لان لما بتكون ناشفه الحاجه بتمسك فيها يعني بتتحرق كمان. فانا طبعا ببلها اي حاجه عايزه تستخدميها في ورقه الزبده، وبلي الورقه كده كرمشيها وبليها بله خفيفه، وقومي فردها تاني الحاجه مش هتلزق معاكي. بعد كده بقى جبت بولة نزلت بالخضار والبهارات اللي عندي، وكمان هبدأ بقى ان انا افركها كده كلها كويس قوي، والبصل والطماطم وكله مع بعضه عشان خاطر التوابل كلها تتغلف مع الخضار اللي انا حطيته. وبعد كده اللحمه كانت بردت معايا حاجه بسيطه كده، فهبدأ انزل بيها على الحاجات ديت عشان برضو اقلبها كده، يعني نديها قلب قلب شقلب شقلب. وهنزل بقى بكل الحاجات اللي نزلت من اللحمه في الطاسه طبعا، يعني مش هستغنى عنها. وانا ما بحبش حركه ان انا ادي للخضار تشويحه ده، بحب ان انا احطه كده يعني ني خالص. فنزلت بقى بيه وقلبته كله مع بعضه. وبعد كده بقى نزلت فيه بالصينيه، هحط الخضار كله تحت وهحط اللحمه فوق، وهقفل عليها كويس جدا، هخليها يعني يعني هحكم عليها الغلق كويس عشان ما يبقاش فيه اي تسريب للهواء، وان الخضار وان الفويل ده يكتم كويس، واللحمه تستوي معايا والخضار يستوي معايا. انا الصينيه دي مش بحط فيها ميه ولا حاجه، يعني مش زي الحاجات التانية. بحطها بقى في الرف الاوسط، ولازم طبعا في المرحله دي في الوقت ده انا كنت مسخنه الفرن عشان خاطر نحط الحاجه والفرن سخن معانا على درجه حراره 220 في الرف الاوسط، ومش بتاخد وقت معانا خالص يعني. بعد كده بقى جبت، انا كنت يعني بحب ان انا اعمل رز بشعريه جنبها، بس قلت اغير بقى المره دي واعمل رز معمر. وكده كده الفرن شغال فنستغل بقى الموضوع يعني، عشان ما نقفش نعمل الحاجات لسه على البوتاجاز. الفخار ده من اجمل الحاجات اللي ممكن تاكلي فيه اي حاجه، وبجد بيبقى الرز فيه تحفه جدا. الفخار ده انا كنت جايباه من رنين، كانوا عاملين عليه عرض بس كان حلو قوي. وجربته في اكلات كتير وعملت فيه كمان المكرونه، حلو جدا جدا والاكل مش بيلزق فيه. بس اهم حاجه تغلفيه بالسمنه كده زي ما انا بعمل. وكمان الفرن لما يكون سخن هتحطيه في الرف الاوسط، مش هتبقي لازقاه قوي للشعله من تحت عشان خاطر ما يعملش معاكي طبق.
طبعا اساسي ان احنا لازم نغلف كده بسمنه او بزبده. والرز عندي انا كنت غسلاه ومصفياه. هبدا بقى ان انا اقسمهم كده في الفخار. عشان لو انا بقى بحب ان انا اعمل حركه اللبن دي، بحب ان انا اخد اللبن اللي انا عارفه ان هو مقدار الرز، واحط عليه ممكن شويه ميه، احط عليه معلقه القشطه والملح ومعلقه سمنه، وارفعه على النار. بياخد بقى غلوتين كده معايا، فبيسرع عمليه تسويه الرز، وكمان بيخليه يعمل وش حلو قوي. يعني التركية دي انا مجرباها بتبقى حلوه صراحه في موضوع الرز، فيفضل ان احنا نعملها. اخدت بقى اللبن وحطيت عليه معلقه سمنه ومعلقه قشطه وشويه الملح اللي انا محتاجاهم، وهقلبهم كويس وهرفعهم على النار يغلوا معايا. واول ما يغلوا هبدا انزل في البرايم. هقسم بقى الحاجات دي. هتبقى طبعا محتاجه معايا تاني، فهزود ميه. انا بحب اعمله بميه ولبن، ما بحبش اعمله بلبن بس طبعا كميه اللبن بتبقى اكتر بكتير من الميه. طبعا انا حطيت كميه سمنه قليله، ما حطيتش كتير، عشان خاطر لما يستوي معايا ويطلع هحط كده على وشه كل برام حته سمنه بسيطه كده صغيره، بتدي لمعه وكمان بيبقى الطعم بتاعها حلو. دلوقتي بقى كده خلصنا الغدا والدنيا معانا ظبطت وكل حاجه خلصت تمام. وكمان كان عندي سمبوسك، هبدا ان انا احمر برده كام واحده كده، ارشهم بالزيت واحطهم في الفرن كده يتحمروا معايا. وبكده نكون خلصنا الغدا، سهل وبسيط وسريع، والطعم بتاعه والله يا جماعه روعه. جربوا الطريقه دي بجد مش هتندموا. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تحطوا له لايك وتشتركوا معايا في القناه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.